اول ما بتقلع النضاره بتغمض عينيها وبتوري الواد اللي شغال في المطار انها مخطوفه وكاتبه له انقذني، وبتغمض عينيها كذا مره عشان تاكد له انها مخطوفه. فالولد اللي شغال في المطار بيقول له انا لازم اخدها ونتحقق منها عشان نشوف عليها قواضي ولا لا. وقبل ما تمشي بيقول لها لو قلت على اي حاجه مش هسيبك. وبعد ما بيمشوا بيشوف ان مكتوب على القميص بتاعه مخطوفه، وبيعرف انها ولدته كلمه وعرفته انها مخطوفه، وبياخدها على اوضه التفتيش وبيقول لها في ايه، وبتقول له ده خاطفني من اهلي وعايز يسفرني على بلد ما اعرفهاش، وبيقول لها ما تقلقيش انا مش هخليكي تروحي معاه. وبيسمعوا الباب بيخبط، ولما ما برضاش يفتح بيكسروا الباب ويدخل الولد اللي خاطفها ومعاه مدير المطار، وبيقول له فين البنت، وبيقول له مشيت من بدري. فالمدير بيقول له انت مطرود وبيديله $100 حق شغله. وبعد ما بيمشوا بيطلع ان هو مخبي البنت في الشنطه، وبعد شويه بيجيب لها تذكره سفر لبلد قريبه، وبيقول لها خدي التذكره وسافري وعيشي هناك عشان لو عايش هنا مش هيسيبك. والبنت بتفرح وبتقول له بس انت اتهربت بسببي وصرفت الفلوس كتير حق التذكره. وبيقول لها عادي انت زي اختي. وبيقول لها الطياره قدامها ساعتين وتتحرك، وبيقعدوا يلعبوا ويهزروا مع بعض طول الساعتين دول. وبعد ما بيجي وقت الطياره بتجري عشان تلحق الطياره قبل ما تتحرك، بس بيجي الواد اللي خاطفها وبيقول ايوه دي هي مراتي وده اللي خاطفها. والظابط لما بيبص على البطاقه بتاعته وتقبض عليه هو عشان طلع ان هو بلغ البوليس انه خاطف البنت.